عاجل ورسميا نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026 التي جرت في مدينة موناكو الفرنسية، حيث خطفت الأنظار بمواجهات قوية تجمع بين كبار القارة العجوز. وتأتي هذه النسخة بملامح استثنائية بعد اعتماد النظام الجديد لمرحلة الدوري الذي يعد بتغيير موازين المنافسة ويجعل البطولة أكثر إثارة في وقت تستعد فيه القنوات الناقلة لتغطية شاملة تلبي شغف الجماهير في كل أنحاء العالم. قبل ما تشوفوا نتائج القرعة ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات متوازنة في بعض المجموعات، فيما جاءت أخرى نارية بين أندية الصف الأول، لتؤكد أن هذه النسخة من البطولة لن تخلو من الإثارة. وإليكم نتائج القرعة. إليكم مواجهات ليفربول بالترتيب: ريال مدريد، انتر ميلان، اتلتيكو مدريد، فرانكفورت، ايندهوفن، مارسيليا، كاراباج، غالاتاسراي. مواجهات أرسنال بالترتيب: بايرن ميونخ، انتر ميلان، اتلتيكو مدريد، كلوب بروغ، اولمبياكوس، سالفيا براغ، كيرات الماتي، اتلتيك بيلباو. مواجهات ريال مدريد بالترتيب: مانشستر سيتي، ليفربول، يوفنتوس، بنفيكا، مارسيليا، اولمبياكوس، موناكو، كيرات الماتي. مواجهات بايرن ميونخ بالترتيب: تشيلسي، باريس سان جيرمان، كلوب بروغ، أرسنال، سبورتنج لشبونة، ايندهوفن، اونيون سان جالوز، بافوسا. مواجهات تشيلسي بالترتيب: برشلونة، نابولي، بنفيكا، اياكس، بايرن ميونخ، اتلانتا، بافوس، كاراباج. مواجهات انتر ميلان بالترتيب: ليفربول، دورتموند، أرسنال، أتلتيك مدريد، سلافا، براغا، إياكس، الماتي، يوناين. مواجهات برشلونة بالترتيب: باريس سان جيرمان، تشيلسي، فرانكفورت، كلوب بروغ، أولمبياكوس، سلافا براغا، كوبنهاجن، نيوكاسل. مواجهات مانشستر سيتي بالترتيب: بوروسيا دورتموند، ريال مدريد، ليفركوزن، فياريال، نابولي، بود جلمت، غالاتاسراي، موناكو. مواجهات باريس سان جيرمان بالترتيب: بايرن ميونخ، برشلونة، أتلانتا، بايرن، ليفركوزن، توتنهام، سبورتنج لشبونة، نيوكاسل يونايتد، أتلتيك بيلباو. تعد هذه النسخة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا التي تشهد إقامة مرحلة الدوري بدلا من دوري المجموعات، والتي مجموعة موحدة تضم 36 ناديا بزيادة 4 أندية عن النظام القديم. منتظرين آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا لايك للفيديو.